عايز اقول لكم بس على حاجه يا جماعه، عشان الحاجه ديت منرفزاني جامد. يعني 90% من الناس بتعملها. كلنا بيجي لنا اعطال في البيت زي السخان، بوتاجاز، مشكله في الميه، في السباكه، في الكهرباء. بنجيبوا الصنايعي يبص يلاقي الشغلانه مش تبعه، لازما يجيب واحد فني عشان يحل المشكله. فبالتالي السباك او الكهربائي او بتاع الفلتر او بتاع الغساله او البوتاجاز، ايا ما تكون اي حاجه فيها عطل في البيت، الصنايعي بيتصل بالفني، تعالى حل لنا المشكله دي. فبيجي الفني يبص على المشكله فبيحلها في 5 دقايق. يا ريت يا جماعه لما تيجوا تدوا حساب الفني ما تحسبوهاش بالوقت. يعني ما تقولوش ده جه في 5 دقايق حل المشكله. ما هو المشكله دي لو الفني ما جاش ممكن تقعد اليوم كله انت والصنايعي تحرتوا فيها، تقعد مع الصنايعي يوم كامل عشان تحل المشكله. فبيجي الفني يخلص لك المشكله دي كلها في 5 دقايق، يوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. فما تجيش ما تحسبهاش معاه بالوقت، يقول لك ده جه قعد 5 دقايق وحل المشكله، تديله يعني على قد الوقت اللي هو عمله. لا، قدروا يا جماعه الناس، قدروا الشغل مش الناس كمان. يعني الشغلانه اللي هو جه حلها في 5 دقايق، انا كنت هقعد اليوم كله احل فيها، بهدله ومصاريف ودنيا تانية. رجاء يعني قدر المشكله بحجمها مش بوقتها. يا ريت يا جماعه، عشان احنا والله يعني عايز اقول لكم على حاجه، احنا بنترفعوا نقولوا للناس هات كذا، لان برضو دي حاجه ذوقيا، حاجه منك انت. يا ريت يا جماعه، لان احنا برضو بنتعب. يعني الفني عشان يطلع لك ويجي لك بياخد فتره، بيستنزف منه وقت، بيستنزف منه مجهود. بيطلع من عندك عايز يخلص المشكله اللي عندك في 5 دقايق، في 10 دقايق، ويسيبك ويطلع يحل مشكله تانية. فيا ريت يا جماعه قدروا الناس، او قدروا مجهود الناس بحجم الشغل، بحجم المشكله اللي عندك، او بحجم العطل اللي عندكم يا جماعه.